لكل الناس اللي عايزة تشتغل في شركات النقل الذكي، أنا عايز بس أفهمكم حبة حاجات كده على السريع. أول حاجة، شركات النقل الذكي يا جماعة ما فيهاش تأمين، ما فيهاش تأمين صحي ولا تأمين على الحياة ولا تأمين على السيارة. يعني مثلا لا قدر الله حضرتك عملت حادثة بالعربية، حصل لك أي حاجة، أنت مالكش عندهم تأمينات، مالكش عندهم اللي هم مش هيدوك، مش من الآخر كده مش هيدوك جنيه. تمام. لا قدر الله وانت شغال مثلا حصل لك حاجه صحيه حاجه كده، برضو ما انسى ان انت تاخد اي حاجه في اي حاجه. لا قدر الله حصل لك مشكله، عميله اتبلت عليك مثلا، اتقالت ده كان عايز يغتصبني، برضو ما انسى الشركات النقل برضو تفيدك باي حاجه، بل بالعكس هي هتقف مع العميله. تمام. الا بقى لو حضرتك مأمن نفسك، ولو حضرتك تابعتني انا هقول لك تأمن نفسك ازاي، لان انا ماشي على الحكايه ديت ويعني شغال عليها الايام اللي جايه ان شاء الله. ثانيا يا جماعه، شركات النقل الذكي لو حضرتك اول مره تشتغل برضو، التسعيره بتاعتها بتتحاسب بحاجتين. اول حاجه اللي هي التسعيره اللي الشركه بتحطها وبتجيب لك الرحله على طول. تمام. زي مثلا ديدي وصلني بتجيب لك الرحله على طول، هي محسوبه وعدد كيلومترات محسوب وكل حاجه. الدرايفر بقى بس يعني اتكلم في الاغلبيه على طول عشان انجز معاكم الفيديو. الاغلبيه بتاعت كل العملاء او كل الشعب المصري اللي شغال عليها اللي هي فليكس واندرايفر، اللي هو اختار رحلتك، اللي هو مثلا 10 كيلو مثلا تلاقي مثلا كاتب لك مثلا، العميل كاتب، مش العميل اللي بيكتب، يعني مثلا الشركه في اوقات غير الذروه مثلا ال 10 كيلو ممكن يعملوا 35 جنيه. حضرتك تبتدي بقى اللي انت تزود عشان خاطر تعرف تروح يعني بالمبلغ العادل اللي يقدر يكفي مصاريفك ويكفي مصاريف العربيه بتاعتك. تمام. فلازم انت دلوقتي حضرتك مقبل على شراء عربيه وعايز تشتري عربيه عشان تشتغل في النقل الذكي، لازم تخلي بالك من الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي. طبعا في حاجات كتير قوي برضو لازم تخلي بالك منها، اللي هي قطع الغيار والزيت وانا مش عايز اكتر عليكم الكلام، بس انتوا كده يعني انا بتكلم الناس الجديده، ما بتكلمش الناس الخبره اللي عندهم خبره والناس خلاص بقى اللي اشتغلت. انا بخاطب كل انسان عايز يجيب عربيه ويشتغل في النقل الذكي. لكن عامه يا جماعه برضو نتكلم اللي لينا واللي علينا، برضو لما انت تشتغل يعني ان شاء الله برضو هتعرف ان انت تغطي مصاريفك لحد ما، بس في عدد ساعات هيكون اكتر شويه، يعني هتشتغل كتير شويه، هتتعب شويه، والعربيه بتاعتك هتتعب كتير برضو، لان المشكله اللي قطع الغيار زادت والبنزين غلي وحاجات كتير قوي غلي. فمن الاخر كده لو قدامك اي مصلحه تانية غير شركات النقل الذكي توكل على الله. اما بقى شركات النقل الذكي تشتغل فيها، وانا بايدك ان انت تشتغل فيها في حاله واحده بس، الا لو هتجيب سكوتر بقى معاك 25,000 جنيه، معاك 30,000 جنيه، مش عارف تعمل بيهم ايه، ساعتها ارجح لك وارشح لك ان انت تجيب سكوتر وتشتغل عليه، ده احسن لك واوفر لك. صدقني هتكسب وربنا هيكرمك، لان السكوتر ما بياخدش بنزين، مصاريفه قليله. هتشتغل عدد ساعات هتلاقي نفسك بتحط مبلغ صيانه قليله وبنزين قليل، وفي نفس الوقت ربنا بيكرمك. تحياتي للجميع.